انا عندي سفرية تجارة، من فضلك ما تزعليش امك واخواتك. انا بزعلها يا بابا؟ من يوم ما جوزتها وانتي بتناقشيها الند بالند وبتعامليها كأنها عدوتك. انت كده بتظلمني يا بابا. اظلمك؟ يا بابا دول بيخلوني انا اللي اعمل كل حاجة، ومش مسموح لي اقعد معاهم في اوضة الاكل غير لما انت بتبقى موجود. يوه. كل ده ممكن استحمله، لكن ما تصدقنيش وتعاملني بالقسوة دي، ده اللي انا مش هقدر استحمله فعلا. ما تغيريش الموضوع، انتي اللي مش قادرة تعتبريها امك وبتكرهيها. بابا انا ما بكرهش حد صدقني، وانت مش موجود هي بتعاملني بمنتهى القسوة، وهي اللي مش معتبراني بنتها. بابا انت لازم تسمعني ولو لمرة واحدة. رضوبيس، انتي اللي حساسة زيادة عن اللزوم. طيب فين اللبس الجديد؟ انا مش مسموح لي البس غير اللبس اللي هي بتستغنى عنه. بابا لما بيكون في ضيوف انا الوحيده اللي بقدم لهم الطلبات، وهم قاعدين زي الاميرات واصحاب بيت، مع اني انا اللي صاحبه البيت. بس الكلام السخيف ده، انتي بتقدمي الطلبات عشان انتي الكبيرة وهم الصغيرين، هيتدلعوا على مين يعني لو ما اتدلعوش عليكي؟ كده امك عمرها ما هترضى عنك طول ما انتي بالتفكير ده. ايه ده؟ الصندوق فين؟ يا خبر، كمان قلادة حتحور مش موجوده. انا كده امي عمرها ما هترضى عني، ده الورث اللي هي ورثته عن اجدادها. اكيد نفتيسة هي اللي اخدته، هي الوحيده اللي بتدخل اوضتي. انا لازم اقول للبابا، بس كالعاده مش هيصدقني، كمان هو ما يعرفش حاجه عن الصندوق. يوه، يا ريتني قلت له، يا ريتني قلت له. يا ترى بقى هلاقي الصندوق اللي فيه الصندل ولا لا؟ اهو، الحمد لله. انا لازم اخبيه في الجنينه عشان محدش يلاقيه. هحطه تحت الشجره اللي زرعتها لي امي وانا صغيره. الله، مامتها زرعت لها شجره. انا قريت قبل كده اللي ده كان تقليد كانوا بيعملوه عند الفراعنه. ما قلنا اسمها مصر القديمة، أو اسمها كيميك، ده اسم من أسماء مصر القديمة. الله، حلو الاسم ده. يعني إيه؟ أنا هقول يعني الأرض السوداء، صح؟ أيوة، علشان النيل بيجيب معاه الطمي الأسود لأرض مصر. خلوه يكمل بقى. رضوبيس عملت إيه؟ دفنت الصندوق تحت الشجرة. انتي بتعملي ايه عندك هنا؟ انتي لسه مخلصتيش الاكل؟ انتي مش عارفه هيجيلنا ضيوف النهارده ولا ايه؟ فين صندوق المجوهرات بتاع أمي؟ ايه؟ صندوق مجوهرات؟ هو انتي عندك صندوق مجوهرات؟ ويا ترى في ايه بقى صندوق المجوهرات دوت؟ في مجوهرات كتيرة معمولة بأحجار كريمة ونادرة كمان، ده ميراث أمي من أجدادها ومن ميراثي من أمي. وطبعا هتقولي لي في قلادة حتحور، القلادة التحفة دي. يعني انت شفتيه وشفتي القلادة؟ شفته وبعته. امال الفلوس اللي ابوكي بيتاجر بيها دي منين؟ من تمن المجوهرات اللي انتي مخبية عليه. كمان بعتيه؟ امال كنا هنعيش كده ازاي؟ انتي نسيتي اللي هو خسر فلوس كتيرة في رحلة التجارة الأخيرة؟ يعني ينفع تكوني مخبية كل الفلوس دي وتسيبينا نموت من الجوع؟ بقولك ميراثي من أمي. خلاص روحي قوليله اللي انتي كنتي مخبية عليه كل المجوهرات دي وسايبانا مديونين. بس دي كده سرقة، وكمان دي آخر حاجة بقياني من أمي. مادام كده مخبية علينا كل ده ليه؟ عشان انتي أنانية وما يهمكيش غير نفسك وبس. حرام عليكي بقى، حرام عليكي. مش كفاية انتي أجمل من اخواتك ومش مديان فرصة لجوازة عدلة؟ ده أنا لو أطول أحبسك في أوضتك طول عمرك مش هتأخر. الست دي شريرة